هو ليه دايما الدكاترة بيقولوا لكم عرضوا جلدكم للشمس ان شاء الله ربع ساعة بس في اليوم، من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 12 الظهر؟ لان في فيتامين جسمنا ما بيعرفش يصنعه ومش بياخده غير لما الجلد يتعرض للشمس. حرفيا الفيتامين اللي عامل كل المشاكل واللي ناقصه بيسبب اكتئاب وضعف في التركيز وضعف في المناعة، حتى فيتامين دي جسمنا ما بيعرفش يصنع فيتامين دي غير لما الجلد يتعرض للشمس، فبيصنعه من الكوليسترول النافع، لان في كوليسترول نافع وفي كوليسترول ضار. علشان كده بنقول دخلوا دايما في النظام الغذائي بتاعكو دهون صحية، لان هي دي اللي الجسم هياخدها، وبالتعرض للشمس هيقدر يصنع فيتامين دي. لان مستويات فيتامين دي لما بتقل عن الطبيعي الموضوع بيزعل، سواء كبار او صغيرين. فمن 8 ل 12 الظهر ربع ساعة كل يوم في الشمس، مش فوائدها عظيمة بصورة احنا ما نتخيلهاش، فحافظوا عليها كل يوم عشان تقدروا تظبطوا مستويات فيتامين دي في جسمكم بدل ما يقع عن الطبيعي وتلاقي نفسك محتاج تمشي على كورس طويل جدا عشان تعرف ترجعه للطبيعي تاني.